السلام عليكم. تريكة كده ان انت لما تيجي تجمع تيبلز بالكويري. بتحتاج انك تحط، يعني مثلا دي مبيعات، ده شيت 1/5 مبيعات 2005، ودي 2/2005، دي 1/2006. انت بتحتاج في التيبل هنا تحط اسم الشيت، ان هو ان دي مبيعات 1/2005. فانت بقى المفترض انك بعد ما تفك الداتا دي هتقعد تكتب اسم كل شيت بايديك. لا يعني خصوصا ان انت ممكن تكون بتجمع شيتات او اوراق عمل كبيره جدا يعني. في معادله كده بتعمل بيها الموضوع ده. انت بتعمل كاستم كولوم، تعمل كولوم جديد، وبعدين بتقول له اد كولوم. قرب شويه، اد كولوم. وبعدين تقول له ايه في الاد كولوم؟ بتقول له انا عايز الكاستم ده اللي فيه التيبلز اللي هو ده. خلاص. وبعدين تقول له ايه؟ بيقول لك هنا نيو كولوم، الكولوم الجديد اللي انت عايزه اسمه ايه؟ فانا هقول له التيبل اسمه فاينل، اخر حاجه بقى. خلاص. وبعدين بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي الفانكشن بقى انت عايز ايه. فانا هقول له ان each، كل كل حط كرر لي في كل رو في التيبل اسم الشيت اللي قدامه اللي هو ده. خلاص. وهقفل وهعمل كده. طيب قال لي ايه بقى؟ راح جاب لي طبعا، عمل لي كاستم كولوم جديد، وقال لي ايه؟ قال لي ان في التيبل ده هو اللي في التيبل ده، بس زاد عليه عمود جديد اسمه فاينل. طب ما الفاينل ده ايه؟ ايرور. انا المفروض مكان الايرور ده يكون مكتوب اسم الشيت اللي هو ده. طب تعالى نفتح واحده كده ونشوف. هو هنا بيقول لي ايه؟ هو هنا مش فاهم. بيقول لي انت عايز الشيت نيم ده، اسم الشيت فين؟ يعني هو الريكورد مش موجود اصلا. فانا المفروض افهمه ان انا محتاج الاسم الشيت ده يبقى جوه التيبل متكرر هنا. عايز اسقطه جوه الرو، جوه الريكوردز، في كل ريكوردز يلاقيه. فلازم اعمل له فاريبل، متغير. المتغير ده ازاي؟ دي معادله في الكويري. انا هعمل له متغير. دي معادله بتخلي المحتوى يبقى جوه الخلايا. تمام. فانا هقول ان المتغير ده اسمه اكس، واعمل اوكي. طبعا ناقص هنا ايه؟ يساوي، بالشكل كده. خلاص. طيب انا لما هاجي بقى هنا هلاقي ايه؟ التيبل بقى اسمه كتب لي كل اسماء الشتات. اقدر اعمل ريموف اذر كولوم، واقدر اخد الايه؟ الداتا كلها. بقى عندي ايه؟ الداتا باسماء الايه؟ الشتات. شكرا، سلام عليكم.